إلى الرأي العام وكافة المؤسسات الصحية وحقوق الإنسان، إنه أمر غير عادل للشعب الكردي وللإنسانية والعالم أجمع، حيث لم يتعرض أي سجين للانتهاكات كالتي تتم في إمرالي. إن تعذيب وعزل القائد عبد الله أوجلان أصبح أكثر خطورة في ظل الأوضاع والظروف والعقوبات التي تفرض عليه أمام مرأى العالم، وخاصة المؤسسات القانونية التي من المفترض أن تحمي حقوق الإنسان. ليس لها أي دور فعال يذكر وتتصرف كمثل الثلاثة قرود، لا يرون ولا يسمعون ولا يتكلمون. ويستمر هذا الوضع الحالي منذ 40 شهرا دون انقطاع. لم تحصل عائلته أو المحامين على أي معلومات واضحة عن صحة القائد عبد الله أوجلان. وأخيرا وفي 22 يوليو 2024 فإن الوضع تفاقم أكثر ومورس التعذيب مرة أخرى، وذلك بالحكم عليه بالحبس الانفرادي لمدة 3 أشهر أخرى. إن هذه العزلة القاسية والتي يتم تنفيذها بشكل روتيني منذ عدة سنوات هي بمثابة تعذيب جسدي وعقلي ونفسي وفقا للقانون الدولي وجميع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، الذي حددت لوائحه نقطة أساسية تنص على من حق الشخص الذي أمضى في السجن 25 عاما أن يحاكم وأن يتم مراجعة أوضاع السجين وتحسين ظروفه المعيشية، وحتى أن يطلق سراحه من السجن. ولكن على الرغم من أن هذه القوانين قد تم وضعها على المستوى الدولي، إلا أن المنظمات الدولية لا تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، ولا تتخذ أي خطوات لتطبيق قوانينها والتصرف وفق المصالح الداخلية للدولة. ومن ناحية أخرى فإن الدولة التركية أي نظام أردوغان تعاقب القائد عبد الله أوجلان باستمرار بالسجن من أجل منع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتجعل العزلة الحالية أكثر خطورة. ولم يستسلم القائد عبد الله أوجلان بأي شكل من الأشكال رغم الأوضاع الحالية التي يعيشها وضد التعذيب الذي يمارس بحقه بشكل يومي. إن هذه العزلة والعقوبات التي لا أساسا قانونيا ولا أخلاقي لها والتي تنفذ على القائد عبد الله أوجلان تشكل مخاطر كبيرة، وخاصة من الناحية الصحية. إن الدولة التركية تتجاهل حتى دستورها وقوانينها القضائية بحقية المحامي بلقاء موكله. يجب على اللجنة الدولية الأوروبية لمنع التعذيب CPT إظهار مواقفها القانونية ضد هذا الوضع الحالي وتحمل المسؤولية أزاء ذلك، لكنها حتى الآن لم تتحرك وفقا للقوانين الدولية والتزمت الصمت اتجاه هذا الوضع. وبحسب بعض خبراء CPT بشكل عام، وفي الأعوام من عام 1999 إلى 2022 تقدموا بطلبات للسجن 9 مرات ولم يدلوا ببيان رسمي بخصوص هذه اللقاءات، لا للمحامي ولا للعائلة ولا للرأي العام. نحن كمجلس الصحة في مؤتمر ستالي شمال وشرق سوريا ندين تقاعس المجلس الأوروبي ومنظمة CPT وصمتهم، وندعوهم إلى تطبيق العدالة والقوانين الدولية الإنسانية. من الضروري أن تقوم CPT بتطبيق معاهدة نيلسون مانديلا الخاصة عن معاملة السجناء السياسيين، وعدم قبول القانون الذي تم تنفيذه في سجن إمرالي، والقيام بواجبها كمؤسسة لمنع التعذيب. الوضع الذي يعيشه القائد عبد الله أوجلان والسجناء الثلاثة في إمرالي ليس إنسانيا ولا قانونيا ولا أخلاقيا بأي حال من الأحوال. الظروف الحالية لها تأثير سلبي على حياتهم وصحتهم. إن الحركة الجسدية وهواء البحر والعقاب المستمر في السجن والعزلة والضغوط النفسية ذو تأثير عام على صحة القائد عبد الله أوجلان. هناك شكوك كبيرة وتهديدات بشأن صحة القائد عبد الله أوجلان والثلاثة الآخرين المتواجدين في إمرالي أيضا. ومن أجل رفع هذه العزلة وعقد اللقاءات والحصول على معلومات واضحة عن القائد عبد الله أوجلان، لابد من قيام كافة المؤسسات القانونية والطبية والإنسانية بواجباتها والتعبير عن مواقفها الضميرية. صحة القائد عبد الله أوجلان هي صحة المجتمع. تحية لقائد الحداثة الديمقراطية عبد الله أوجلان. تدمير الحداثة الفاشية الرأسمالية. مجلس الصحة مؤتمر ستالي شمال وشرق سوريا 5/8/2024.